اكتشفت ان اللي بيفرق حقيقي مش قد ايه انت عندك تكنولوجيا. ممكن يكون عندك احسن تكنولوجيا في الدنيا بس برضو اداء المصنع مش كويس، وان الفرق الحقيقي في ان انت يكون عندك حلول. لكن كمان خليني اكون واضح معاك، انا مش جاي لك احلام ولا اقولك ان كل حاجة سهلة. الصناعة في مصر فيها تحديات كتير، في عمالة، في تحديات في العمالة، تحديات في المعدات، تحديات في الإدارة، تحديات في التسويق، في التمويل. وأهلا بيك في الحلقة 0 أو أول وردية في المصنع. ليه سميت الحلقة كده؟ عشان في الحلقة دي هنعرف بعض شوية، هحكي لك أنا مين وإيه فكرتي من البودكاست ده وليه قررت أبدأه دلوقتي. أنا اسمي حسن مرتضى، أنا مهندس ميكانيكا شغال في التصنيع بقالي حوالي 15 سنة. بدأت كمهندس عمليات في مصنع لوكال صغير، وكنت وقتها فاكر إن كل حاجة ماشية زي الكتاب. بس بقى مع التعامل والخبطات والغلطات والأعطال والمشاكل فهمت إن في جاب شوية ما بين اللي اتعلمناه في الكلية وما بين الحياة العملية. وبعدها سبت الشركة دي واشتغلت في شركات تانية أكبر شوية في مجالات مختلفة، واشتغلت كمان في مالتي ناشونال. وكان ساعتها عندي الفرصة إن أنا أحتك بمصانع تانية في كذا حتة في العالم، في الصين، في أوروبا، في أمريكا، في اليابان، في الهند. وسافرت كمان اشتغلت على مشاريع تطوير بنفسي في فرنسا وفي اليابان. وفي الرحلة دي اكتشفت إن اللي بيفرق حقيقي مش قد إيه أنت عندك تكنولوجيا. ممكن يكون عندك أحسن تكنولوجيا في الدنيا بس برضو أداء المصنع مش كويس، وإن الفرق الحقيقي في إن أنت يكون عندك حلول، وإن الحلول دي ما تكونش مكلفة. وكل ما كانت الحلول دي مش مكلفة كل ما كنت أنت أشطر، وكل ما أداء المصنع كان أحسن. وطول الوقت كنت بفكر إن إحنا نقدر نبقى أحسن من كده بكتير. إحنا دي أقصد بيها الصناعة في مصر. إحنا بس مشغولين يمكن أكتر بحل المشاكل اليومية، وفي ناس عندها اعتقادات إن أنا عشان خاطر أعمل تحسينات أو أعلي أداء المصنع أنا محتاج أصرف استثمارات كبيرة، أو إن أنا أجيب تكنولوجيا معقدة. الحقيقة إن التكنولوجيا ممكن تساعدك لكن هي مش الحل. أنت ممكن تكون عندك أقوى وأحسن تكنولوجيا في العالم بس برضو زي ما قلت لك أدائك مش أحسن حاجة، عشان في عناصر كتير تانية بتفرق معاك. بيفرق معاك طبيعة الصناعة، بيفرق معاك العنصر البشري هو بيفكر ازاي، كواليفايد ولا لأ، بيفرق معاك الثقافة اللي موجودة في المكان أو اللي انت المفروض تزرعها في المكان. ففي حاجات كتير غير ان احنا نستثمر، وغير التكنولوجيا، وغير السيستمز اللي ليها أسماء رنانة. فاللي أنا مؤمن بيه إن لو المصنع ركز على التحسينات البسيطة وأخد خطوات بسيطة كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة، الدنيا هتتحسن، الإنتاج هيزيد، الهدر هيقل، الجودة هتتحسن، التكلفة هتقل، مستوى الناس هيعلى، هتحس إن هي بتعمل فرق وإن هي بتحقق إنجازات. لكن كمان خليني أكون واضح معاك، أنا مش جاي لك أحلام ولا أقولك إن كل حاجة سهلة. الصناعة في مصر فيها تحديات كتير، في عمالة، في تحديات في العمالة، تحديات في المعدات، تحديات في الإدارة، تحديات في التسويق، في التمويل. كل يوم في تحديات جديدة، ده غير التحديات الجيوسياسية اللي بتطلع لنا كل يوم. فالبودكاست ده معمول علشانك، سواء كنت صاحب مصنع حاسس ان الانتاج مش بيطلع زي ما هو المفروض يطلع، مدير انتاج مضغوط من الطلبات والشكاوى والتكاليف، مهندس لسه بادئ ومش عارف يبدأ منين، او لو كنت شغال في اي وظيفة تانية، مشاركة في العملية التصنيعية، صيانة، جودة، او ايا كان دورك في العملية التصنيعية. في كل حلقة هنتكلم عن موضوع من المواضيع اللي بتقابلنا كل يوم. ازاي تزود الانتاجية، ازاي تحسن الجودة، ازاي تفكر في التحسين المستمر، ازاي تحسن نتائجك، وهكذا. البودكاست هيكون عبارة عن حلقات هشاركك فيها تجاربي الشخصية من المصانع اللي انا اشتغلت فيها والمشاريع اللي اشتركت فيها، الحاجات اللي انجزتها وكمان الاخفاقات اللي عملتها، مش من باب الدعاية انما من باب ان دي تجربة
فيها إنجازات وفيها إخفاقات وفيها تجارب قد تفيد الآخرين. وعشان نوسع دايرة التجارب دي هيكون في كمان حلقات معانا ضيوف من قلب المصانع، مديرين مصانع، مهندسين، رواد أعمال، يشاركونا برضو تجاربهم ونجاحاتهم وإخفاقاتهم عشان نتعلم منها كلنا. وحقيقة أنا عايز البودكاست ده يكون وجبة خفيفة سريعة من 20 ل 30 دقيقة بكتير، يعني مفيش أي حلقة بلاند لحد دلوقتي أكتر من 20 دقيقة. هيبقى مرة واحدة في الأسبوع تسمعها في الطريق وانت رايح الشغل وانت راجع من الشغل وانت في الجيم أو أيا كان الوقت اللي انت فاضي فيه، وتطلع منه بأفكار قابلة للتطبيق. فلو الكلام ده عجبك وحاسس ان الكلام ده بيتكلم عنك وبيعبر عنك، اشترك حالا عشان توصلك الحلقات أول بأول. البودكاست هيكون موجود على اليوتيوب وعلى منصات البودكاستنج المختلفة. وياريت كمان تشارك الحلقة دي مع كل حد انت عارف ان هو مهتم بالمجال، وخلينا نبدأ حركة تحسين حقيقية. أنا حسن مرتضى، ودي كانت أول وردية في بودكاست في المصنع. استنوني الحلقة الجاية عشان نبدأ في أول حلقة فنية حقيقية.